السلام عليكم. فضلا ليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريقه الهلال لتحقيق العديد من الأرقام المثيرة خلال مواجهة التعاون مساء يوم الجمعة في بطولة دوري روشن للمحترفين، وحقق الهلال فوزا ثمينا على التعاون بثنائية دون رد خلال المباراة التي جرت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة 13 من دوري المحترفين. وسجل ميتروفيتش أول الأهداف من ضربة رأسية قبل أن يضيف محمد كانو الهدف الثاني، وبذلك الهدف رفع ميتروفيتش رصيده إلى 10 أهداف في وصافة ترتيب هداف المسابقة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هدفين. وبات أول لاعب أجنبي يسجل مع الهلال في 4 مباريات متتالية في المسابقة منذ النيجيري أوديون إيجالو الموسم الماضي 2022-2023. وشهدت المباراة مشاركة ياسر الشهراني ليصبح رابع أكثر لاعب مشاركة في دوري المحترفين بواقع 270 مباراة. وواصل الهلال سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في المسابقة للمباراة 13 تواليا، وفاز الهلال في 11 مباراة وتعادل مرتين ليصل إلى النقطة 35 ويبتعد بشكل أكبر بصدارة ترتيب المسابقة.